بنت فقيرة بتاكل كل يوم أكل من مطاعم حاصل على نجمة ميشلان ببلاش، وكل وجبة بتبقى مختلفة. كل ما تصحى في نص الليل المطعم اللي تحت بيتها بيفتح، ولما تنزل بتلاقي أكلة فاخرة متحضرة وجاهزة، وبيطلع إن صاحب المطعم بينه وبينها اتصال ذهني. كل مرة أنا تصحى فجأة، جاك بيصحى في نفس اللحظة بالظبط، والاتنين يطلعوا بره ومش عارفين يناموا تاني. الراجل ياخد باله من زجاجة النبيت اللي في إيد أنا ويدعيها تدخل المطعم. جاك هو الشيف الرئيسي في مطعم حاصل على نجمة ميشلان، يطبخ بمهارة وكل تركيزه على أنا. وبعد شوية وجبتين ليل متأخر بيبقوا جاهزين. أنا تدوق الأكل وتنبهر بطعمه الجميل جدا، ويقعدوا يتكلموا مع بعض وهم مبسوطين. من اليوم ده أنا بتيجي تزور جاك كل ليلة، وساعات بتجيب نبيت معاها. كل مرة تصحى في نص الليل أنوار المطعم بتنور قبل ما توصل. الأكل بيكون جاهز، وطبخ جاك دايما مميز. تعبيرات أنا اللطيفة بتفرحه، وهي تفضل مستغربة ليه هو طيب معاها بالشكل ده. وبيطلع إن جاك شاكك إن أنا ممكن تكون أخته اللي ضاعت من زمان. من 19 سنة كان بينهم نفس الاتصال الذهني، ودلوقتي ظهر تاني مع أنا. ومن غير ما جاك يعرف، صاحبه خد شعر منهم علشان يعمل تحليل DNA ويتأكد. في يوم بعد ما جاك يوصل أنا لحد بيتها، يشوف شنطة بيانو لطفل ويفتكر جواب قديم وصله بعد اختفاء أخته. الجواب كان من ابن مدرس البيانو، وبيقول إنه شاف أبوه وهدومه مليانة دم يوم اختفاء البنت. جاك بلغ الشرطة، ومدرس البيانو اتقبض عليه. ولما جاك يرجع المطعم يلف فجأة ويلاحظ إن الراجل اللي واقف بره الشباك هو نفس مدرس البيانو، وباين عليه إنه عارفه.